اشتركوا في برنامج العالم وتنسوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. طبعا قلت لكم اسامه حسن ده واحد بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي، قال عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا مرض نفسي مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر، هو منبع للتعصب فتنه في مصر. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي، قال عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب ياسير جد وكان بتاع فتنه وبيحب الترند والله. طبعا اسامه حسن طبعا هو بيقول كلام بشع، ده كلام غير محترم، ده كلامه بينم عن التعصب فتنه في المصاب. بيقول طبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراءات، انا حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا اسامه حسن طبعا هو ب 100 وش ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، تصور ان هو مدرس وكذاب وانه بيقرا وبيغل وبيحكي والشر ما يبقى تجاه النادي عمل مشكله، عملوا عقده من سنين لان هو بيقرا وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى تعصب فتنه. تعال شوف كده. الدوري عارف طريقه، عارف على فين؟ هو ما عرفش طريقه من بدري يعني. النهارده الاسبوع ال 15 في ناس لابس 17. ليه النادي الاهلي وبيراميدز الثالث والرابع مش عارف طريقه من بدري؟ ليه ما بقاش راكب الدوري من الاول بياخده؟ ليه يا اسقس؟ مش انت قوي قوي كده يعني؟ لو الدوري كان من 18 ماتش كان بيراميدز السيراميك خد الاول وانا الثاني وانت الرابع. بتاخده في اخر الموسم وبتاخده ازاي؟ وبناء عليه بتاخده، انتوا عارفين بتاخدوه ازاي؟ عشان كده طلعت كده جامد. انا بالنسبه لي دلوقتي انا واخد دوري يعني والله عايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي هيفضل مربي لك خفيف ويفضل مجننك دايما يعني. اسامه حسن طلع حقد وغل تجاه النادي الاهلي، قال 3 حاجات كميه حقد وغل تجاه النادي الاهلي. اول حاجه طلع اتكلم قال في الحاجه قال لك بيقول لك الدوري عارف مكانه ومش عارف ايه، بيضحك والتاني يقول لك الدوري عارف مكانه، انت ما عرفتوش ليه من الجوله ال 15 وانتوا لسه في المركز الرابع والكلام ده والكلام اللي هو بيقوله ده. اول حاجه يا اسامه حسن انت بتنسى، انت واضح انت بتنسى جامد قوي، وانتوا عارفين او انت مش بتنسى، انت عارف كويس الاهلي كذا بس انت بتعمل قدام الناس اللي انت بتنسى. اول حاجه الاهلي لما بيكون في مركز رابع ايا كان بياخد الدوري في الاخر، وابرز مثال يا اسامه حسن وهفكرك في 2018 لما كان الاهلي المركز الاخير مره واحده بقى من المركز الاخير بقى بطل الدوري. فبلاش انت تتكلم يا اسامه حسن في الحاجه دي زي دي. طبعا بعديها طبعا اتكلم دي حاجه انا قلت لكم عليها اللي هو يعني هو بيعمل نفسه اللي هو بينسى كتير، واضح اللي هو بينسى كتير. الحاجه الثانيه طلع بيقول ان بيقول لك انتوا عارفين بتاخدوا البطوله دي بايه وكده. بلاش انت يا اسامه حسن تتكلم عن الحاجات دي يعني، بلاش انت يا اسامه حسن تتكلم عن الحاجات دي لان اصلا انتوا بطولاتكم كلها بالحكام، فبلاش انت يا اسامه حسن تتكلم في الحته دي. الحاجه الثالثه طلع الاخيره، الحاجه الثالثه والاخيره طلع بيتكلم بيقول لك انا هو كزملكاوي بيقول لك انا بيقول لك انا طبعا بيقول لك في مركز ثاني اكن انا خدت بطوله. طب ما دي حقيقه، الراجل اعترف عن نفسه لان هم في المركز الثاني وصيف اكنهم خدوا بطوله، وده اللي بقول لكم عليه يا جماعه. لما هم لما هم دايما بيكسبوا ماتش او ايا كانوا بيكونوا في مركز ثاني اللي هو مكانهم الطبيعي، المركز الثاني اللي هو الزمالك مكانه الطبيعي المركز الثاني، وبيقول لك اكنهم خدوا بطوله. طب ما دي حقيقه وده اللي بقوله. الراجل هو اعترف اسامه حسن قال لك دي بالنسبه لي بطوله، لما اكون في المركز الثاني دي بالنسبه لي بطوله. فهو حقده وغل مليء تجاه النادي الاهلي، وهو دايما مش لاقي حاجه يقولها، حقده وغله، والاهلي عامل له مرض جامد، مرض نفسي جدا جدا جدا. فعايز اقول لك اسامه حسن الاهلي هيفضل مربلك خايف ويفضل مجننك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا اسامه حسن قلت لكم هو طبعا هو بيحب ياسير الجدل بكلامه بتاع فتنه وبيحب الترند والله. طبعا اسامه حسن طبعا هو كاره للنادي الاهلي كده على النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. سوري في حلقه بكره برنامج العالمي. السلام عليكم.